يوه. يا للهول، ما هذا الذي أراه؟ في ايه يا انتك؟ هو انا عندي ايه؟ قولي لي الحقيقة، ما تخبيش عليا عشان خاطري. يا ابني وهو انا هعرف اشخص يعني من بس الترمومتر كده؟ الترمومتر ده لقراية الحرارة بس يا فطنطن. عادي. لو الحرارة عالية قوليلي اني عندي مرض السخونية، عادي انا مستعد لمواجهة بس كفاية دراما الله يخليك. السخونية دي دكتور شبيب قال لنا انها عرض مش مرض، واسبابها كتير قوي كمان يعني ممكن يكون عندي امراض كتير. يا انا يا فطين. طيب والعمل ايه دلوقتي؟ العمل اننا نروح لدكتور محمد صلاح شبيب حالا. انا جهزت نفسي خلاص، يلا بينا. بسيطة يا فطين. خير يا دكتور؟ لا بسيطة بس ما تقلقش. معلش يا تيتا حسنات، فطين تعبك معاه كتير. هنعمل ايه؟ معلش ده نايا برضك لازم نستحمل، واحنا عندنا كام فطنطن؟ هو واحد بس ومغلبنا ومطلع عينينا. دكتور بلاش الكلام ده قدام تيتا حسنات ارجوك. ما هي عشان صحتك يا فطين، مش انت اللي غلطان، وانت اللي بتماشي باكلك كله غلط واكلك كله من الشارع، وبعد كده تقول لي انا تعبت وما تعبتش. يا دي الحوسه، لا هو انت يا ولا بقيت بتاكل من الشارع من ورايا، وانا اقول الاكل بيتشال من قدامك زي ما هو؟ ليه كده يا ولا؟ طب من فضلك بقى يا دكتور محمد تكتب له على حقن، كل حقن قد الصاروخ كده، وانا اللي هديها لك بنفسي. شفت يا دكتور؟ خلاص يا تيتا انا اسف، سامحها المره دي عشان خاطر الدكتور محمد، عشان خاطر. بص يا فطين، انت جالك عدوى في الجهاز التنفسي، وجالك اعراض برد وعدوى من المدرسه، والعدوى من المدرسه في الجهاز التنفسي نتيجه ان مناعتك ضعيفه. طب والحل ايه يا دكتور يعني؟ وبعدين كده ما الولا ما يروحش المدرسه ولا ايه؟ لا هيروح بس بعد فتره، يعني لازم في فتره للعدوى، لازم يقعد في البيت عشان ما يعديش حد تاني. لا حول ولا قوه الا بالله، ده على كده مش هيروح المدرسه خالص يا دكتور. الولا اصلا ما بيلحقش يخف، يا دوبك يفوق يروح هوب مهبط تاني. ما هو بياكل اكل غلط، بياكل اكل كتير من الشارع، فبالتالي التوازن بتاع البكتيريا النافعه كلها باظت، فبقى خلاص بقى المناعه بتاعته ضعيفه، فبقى اي ميكروب معدي يروح واخده بالحضن. هو ده اللي بيحصل. كل ما حد يتعب ياخد الميكروب، ياخد العدوى بسرعه. ياخد الميكروب بالحضن ازاي يعني؟ مش فاهم. انت بتضحك على ايه؟ ده وقت ضحك يا مضروب. مش فاهم يا دكتور، ازاي ياخد الميكروب بالحضن؟ اقول له تعالى يا ميكروب اتفضل. زي ما فهمتك يا فطين، انت بتاكل اكل غلط، والمعده دي اللي باي لخبطه فيها بتبوظ مناعه الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والجسم كله بتبوظ مناعته نتيجه انك بتاكل غلط، وبالتالي انت اي ميكروب بيعدي بتروح واخده. معلش يا دكتور يعني اعذرني، حاجم بس انا اتلخبطت شويه. هو يعني اللي عنده ده تعب في الجهاز الهضمي ولا مناعته هي اللي فيها المشكله يا دكتور؟ تاني يا تيت حسنات، تاني، هو عنده عدوى في الجهاز التنفسي وبتتكرر عليه كل شويه، صح. طيب عدوى الجهاز التنفسي دي نتيجه ان مناعته قلت، نتيجه انه بياكل اكل مش صحي وبياكل اكل من بره كتير، فبوظ البكتيريا النافعه اللي في الجهاز الهضمي عنده، فبقت مقاومته ضعيفه لاي امراض موجوده حواليه. بس خلاص يا تيتا خلاص ما تزعليش، انا ان شاء الله ابقى كويس وههتم بكلام الدكتور محمد. انت تسكت خالص. حاضر. قول لي يا دكتور، طب والحل ايه؟ الحل انه لازم يمشي على اكل صحي، ما ياكلش اكل بره خالص، واكتب له على امبولات ياخدها عشان ترجع التوازن بسرعه في الجهاز الهضمي. بتبقى نوع من انواع البكتيريا النافعه الذكيه بسرعه جدا ترجع الجهاز الهضمي لطبيعته، فبتساعد على انه يرجع بعد ما يرجع الجهاز الهضمي لطبيعته، تزيد المناعه بالتدريج. متشكرين يا سيد دكتور محمد، الهي تنشطر يا اخويا. قدامي يا اخرة صبري يا وجع قلبي. حاضر. قدامي، ده احنا لسه بينا حساب في البيت. خلاص بينا حساب ده انا شاطر جدا في الحساب يا تيتا. لا وشربات كمان.